بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله النهاردة معاكم فيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة كده، هو دي صورة ابويا، الف رحمة ومليون رحمة ونور عليه هو وحماية. طبعا الميعاد كان بتاعهم الاتنين، كان هما مش توافوا في نفس السنة، بس يعني في سنين مختلفة، بس كان في نفس الشهر. فاحنا قررت انا وجوزي ان احنا اما نعمل اليوم لله. طبعا انتوا كنتوا بتشوفوني بعمله كل سنة لبابا في الميعاد بتاعه، الفيديوهات يعني انا كنت بنزلها. فالسنة دي ان شاء الله احنا قررنا ان نعمله بابا وحماية الاتنين في يوم واحد مع بعض. تمام كده. هو احنا جبنا مع بعض، يعني طبعا مفيش احسن من عمل الخير و... واحسن حاجة والله العظيم عمل الخير دون. ربنا بيرزق بيه وبيوسع ارزاق يعني الحمد لله. بصوا كده، هنا جبت انا معايا 5 كيلو لحمة مفرومة. تمام، موجودين دول 5 كيلو لحمة. حطيت عليهم على كل كيلو لحمة، حطيت عليهم كوباية برغ... بتاع دون فول صويا. كل كيلو لحمة عليه كوباية فول صويا. وطبعا كل كيلو لحمة عليه بصلتين وسط، مش كبار قوي، بصلتين وسط. تمام، عشان عايزه اقول لكم الكفته دي كانت حلوه جدا جدا جدا، وعجبت ناس كتير قوي 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 بصراحه. مفيش حد اكل منها الا لما شكر فيها. هي والرز هقول لكم على طريقته بعدين. حطيت انا كيلو اللحمه. انا طبعا الصينيه كانت كبيره، بس برغم ذلك اللحمه ما شاء الله لما حطيت عليها كمان فول صويا ما كانتش مكفيه في الصينيه. فاضطريت ان انا حطيتها في الحله دي عشان اعرف ان انا ايه، اعملها يعني. طبعا فضل ابو حمزه بقى، انا طبعا حطيت عليها فول الصويا. ماشي بقى، نقعته بعد كده ورحت مصفياه كويس جدا، ورحت حطاه في الايه، حطيته على اللحمه. واديته ضربه بسيطه قوي في الكبه. انا ضربت فول الصويا كمان في الكبه علشان ينعم شويه. تمام، ورحت حطاه على اللحمه. والبصل فرمته، ورحت مصفيه الميه بتاعته كويس جدا جدا. ما نحطش البصل بالميه بتاعته، صفينا الميه كويس جدا ورحنا حاطينها عليها. تمام. خلصنا كده اللحمه. لازم بقى تقعد اللحمه تدعكي فيها جامد قوي. طبعا ابو حمزه فضل بقى يدعك في اللحمه لغايه ما تلاقيها فتلت. وبشرت عليها ليا، عشان الليا بتدي طعم حلو قوي 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 للكفته. بشرت عليها ليا. المهم تفضلوا بقى ايه، تدعكوا على قد ما تقدروا. تدعكوا كتير كتير. وهي عشان ما شاء الله الكميه كانت كبيره، طبعا بعد فول الصويا لما حطيناه عملت لي بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عملت لي 7 كيلو ونص. الخمسة عملوا لي 7، لا 7 كيلو، الخمسة عملوا 7 كيلو. بس اهم حاجة فيها، انا هنا بوريكم السوا بتاعه. طبعا كنت بدأت اسوي لازم تقعدوا تدعكوا فيها قوي 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 لغاية ما ان هي تفتل كده. تلاقوا اللحمة المفرومة بدأت مع الفول والصويا كله بدأت تفتل كده، يبقى كده الكفتة بتاعتنا تطلع تمام. طبعا احنا لازم بعد ما نعمل الكفتة دي هي نحط التوابل بقى بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، توابل كفتة. اكتر من كده انا ما حطيتش. ملح، فلفل، توابل كفتة، بيكنج باودر. بيكنج باودر ده اهم حاجة. تمام خلاص. وبدأت صبعتها بقى طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وانا صبعتها وزي ما وريتكم استجان انا كده صبعتها فيها. بدأت هنا بقى جبت الحلة بتاعتي. طبعا كنت خلاص طبعنا الكفتة بدأت اسويها. الحلة بتاعتي حطيت فيها، ده رز مصري عادي مش رز بسمتي، رز مصري عادي. حطيت فيه ليمون مجفف، بتاع دون، قرفة، خشب، كاري، كركم، حبهان. تمام. وهنبدأ نحطهم في المادة الدهنية بتاعتنا، سواء زيت سواء سمنة. بس انا طبعا حطيت زيت على سمنة، وزودت الزيت اكتر علشان خاطر يبقى الرز مفلفل معايا. تمام، زي ما انتم شايفين كده حطينا ونحمرهم مع بعض. ولا بتاع دون، حبهان، ليمون مجفف، قرفة، عيدان، كاري، كركم. بس ما حطيتش اكتر من كده. بدأنا لما التوابل دي ريحتها طلعت معانا، بدأنا ننزل الرز. شايفين طشة الرز دي اصلا في التوابل بتدي للرز طعم وريحة. والله جربوه والله العظيم حلو جدا. بتبداوا بقى ان احنا نصفي الرز كده هو. وان طبعا الرز ما نقعتهوش، انا يا دوب غسلته وحطيته على طول. هتبداي بقى نقلب كل ده مع بعضه. يعني نحاول نقلب كل ده مع بعضه عشان خاطر ان ناخد الريحه بتاعه التوابل تدخل في قلب الرز نفسها. طبعا الطريقه دي انا اخدتها من شيف بيعمل اكلات في الافراح. طريقه الرز دي وفعلا عجبتني جدا جدا جدا. يعني هو بيعمل اكلات في الافراح بالرز المصري العادي.
اخدت منه الطريقه، كاري وكركم. انا كنتش اعرف ان الرز ممكن يتحط عليه كاري، اعرف ان الكاري بيتحط على الفراخ، بس هو قال لي جرب، يعني قال جربوا الكاري دون حلو جدا بصراحه، فعلا حلو جدا جدا. واللون الرز ما كانش اصفر اللي هو كاتم، لا ده كان لونه اصفر الكناري، يعني اللون الاصفر بتاعه كان حلو قوي قوي قوي، والطعم بتاعه مميز كده. فان شاء الله جربوا الطريقه دي بتاعه الرز تعجبكم جدا. انا كده بدات ايه، خلاص سقيت الرز بتاعنا، قلبته شويه، بعد كده ايه سقيته. الميه بتاعتي طبعا حسب الرز بتاعك، يعني بيشرب ميه اكتر او لا، اكيد كل واحد عارف. يعني في انواع رز بتشرب ميه كتير وفي انواع لا. انا ظبطت الرز بتاعي على منسوب الميه اللي هو ايه بيحتاجه. هو احتاج بعد كده ميه تاني، يعني احتاج ايه ان انا نديت له زي ما بيقولوا حبه ميه كده. بس وبدات ان انا ايه غطيته وسبته، لقيته بدأ، بصوا كده لما انا عريت عليه بقى لقيته ان هو لسه فيه سنه. انا نديت له حبه ميه بملح كده، ورحت كاتمه عليه بورقه فويل، غطيت الغطا الحله بورق فويل عشان تتكتم الحراره ويبدأ ان هو يستوي معايا اسرع. وفعلا استوى، كانت النتيجه بتاعته ممتازه. هنا بوريكم العلب اللي احنا عاملينها. احنا عملنا ما شاء الله ما شاء الله 70 علبه، كانوا 70 وجبه. وبألف هنا ألف هنا للي أكل. والحمد لله توزعوا كلهم، وكنا عايزين والله أكتر عليهم من 100 علبة تاني، بس الحمد لله بارك الله فيما رزق يعني. وتمت على خير يعني الحمد لله، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. دي كمية الكفتة اللي أنا عملتها. هنا بوريكم الطبق ان انا حطيت فيه. طبعا ابو حمزة وملك كانوا مشاركين معانا في الموضوع، كانوا والله بيساعدونا، حمزة وملك بيناولوا علينا علب ويشيلوا علب، يعني تعبوا معانا برضو اليوم ده شوية. واكلوا كفتة بس كده بدأت ان انا بقى ايه، ابو حمزة بيقفل عليا العلب، وانا بحط الرز وهو بيحط الكفته ويقفل العلب. انا طبعا كان هو نزل يصلي الجمعه، كنت انا ايه عقبال ما الرز يتشرب كنت انا رصصت العلب وحطيت فيهم المخلل، والرز زي ما انتم شايفين مفلفل وتحفه تحفه ما شاء الله يعني. حاجة بتاعت ربنا دي اقسم بالله بتبقى ربنا بيبارك فيها، وبيبقى فيها حلاوة يعني متعرفوش ازاي. وكنا بنشتغل احنا في قمة سعادتنا، يعني كنا مبسوطين جدا 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 بعمل الخير، يعني احنا بنحب عمل الخير جدا. وبعدين الناس هتقولك برضو انتي بتنشري ليه الكلام ده لا ده يا جماعة دي حاجة انا عاملاها انا وجوزي على روح ابويا وابوه، وان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم، وان شاء الله يبقى في حد يعمل زينا يعني. دي ممكن هدف منها برضو ان حد لما يشوف الفيديو عمل خير مش مكلف، يعني احنا جبنا اللحمه مفرومه ورز، يعني حاجه مش مكلفه. يعني مش مكلفه، وكمان ممكن ما نعملش الكميات دي، يعني لو خرجنا حاجه بسيطه يعني ممكن 10 علب مثلا، في ناس محتاجة كتير. فبتبقى حاجات زي دي بتدي طاقة إيجابية لناس تانية، بتبقى ممكن في دماغها فكرة عايزة تعمل ومش عارفة تعمل إيه. زي ما أنا باخد أفكار من أصدقائنا على اليوتيوب، بشوفهم بيعملوا إيه، بحاول أخد منهم أفكار، مادام حاجة كويسة وبتفيد مفيش مانع طبعا إن إحنا نعملها ونعرضها علشان غيرنا يستفاد ويعمل زيها. وإن شاء الله هيجعله لما حد يشوفك ويعمل زيك هيجعله في ميزان حسناتك. بس كده فبدأنا احنا نعبي العلب اهون زي ما انتم شايفين طبعا شايفين حمزة وملك بيعبوا، كانوا بيحطوا الكفتة هما في الاطباق. حاسه ان رغيت كتير قوي. طبعا كنا فرحانين، وهم بصوا فرحانين ازاي برضو ان هم شغالين معانا وبيعملوا ونزلوا فرقوا. على فكرة حمزة باباهم كان نازل بيفرق وهم نزلوا معاه، يعني نزلوا معاه وبقوا يدوا للناس حتى انا بقول باباهم ده صغيرين على كده، قال لي لا انا عايزهم يتعلموا من صغرهم ان هم يبقوا معطائين، يعني يتعلموا. يعني حتى بياخد حمزة مع المسجد دلوقتي، هم كانوا لسه جايين من صلاة الجمعة، قال لي لا انا عايزهم يبقوا معطائين ويحبوا عمل الخير. لما يشوفونا هيحبوا عمل الخير، ولما يدوا للناس والكلام ده كله مش تقليل من شأن حد، لا انا بعلم ولادي ان هم يحبوا الخير ويعملوا الخير ويبقوا معطائين للناس يعني. فان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتنا يا رب ان شاء الله. وكده احنا خلصنا، كنا خلصنا الوجبات كلها. زي ما انتم شايفين هم عملوا 70 وجبة تقريبا.
هنا كنت حاطه الرز في العين الكفته في العينين، فبعد كده قلنا لا اخلي الرز لوحده والكفته في مكان لوحده والمخلل في مكان لوحده. اللي وصل معايا للفيديو دون عايزاه يسيب لي لاخر الفيديو كده يسيب لي كومنت حلو.